مرحبا بنات، معك طلاب. عيد الأضحى المبارك. اليوم جبت لكم طريقة جديدة لعمل الكليجة الطرية الهشة اللي يذوب الحريق حرفيا. المقادير راح تكون هي عبارة عن كل كيلو طحين مع قالبين من الزبد النباتي، والمكونات الجافة راح تكون كالآتي: ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من حبة الحلوى، وملعقة كبيرة من حبة السوداء، وملعقة كبيرة من الخمرة. وأيضا راح نضيف معاها ظرفين من البيكنج باودر والفانيلا، ونبدي مكس خفيف للطحين والمكونات حتى يتوزع بشكل صحيح. الآن نبدي بإضافة الزبدة. طبعا يفضل أنه أنا أخذت هنا كيلو ونص من الطحين، لذلك ضفت لها 3 قوالب من الزبدة. يفضل أنه ما تتذوب على النار، تستخدم هالطريقة هاي توتي بالعجن. وبعدين نبدي بإضافة كوب من الحليب الدافئ، ونستمر بنات بالعجن بهالطريقة هاي، ونبدأ بإضافة الماء تدريجيا لحين الحصول على القوام اللي تشوفونه بهالصورة هاي. يكون غير مطاط، يفضل أن يكون غير مطاط. نترك العجينة مدة ساعة ونص تختمر. نبدأ الآن بتحضير الحشوات اللي راح نخليها بداخل العجينة. هنا راح استخدم الجوز ويا خاشوقة من السكر والهيل والدارسين. شو بنات عجينة شلون صارت بعد ساعة ونص. هسه نبدي بعمل كرات العجين اللي راح نحشيها بالجوز أو السمسم أو الحلقوم أو التمر، يعني حسب الرغبة. بنات بالنسبة للأشكال وللحشوات وشغلات الزينة أنا ذكرتها كلها بشكل مفصل في فيديو اليوتيوب. تقدرون تروحون هناك القناة وتتابعون الفيديو بشكل كامل. طبعا هناك ذكر شغلات كثير حلوة للأمانة، بس هنا لأن هو المقطع قصير جدا فما قدرت أذكر كل التفاصيل اللي تخص عمل الكليجة. بس هاي الطريقة بنات إذا طبقتوها بشكل مضبوط راح تحصلون على كليجة حقيقة راح تدعولي إن شاء الله. طبعا بنات أنا هنا كثرت من الكليجة اللي يكون مشية بالتمر لأن ولدي يحبوها بشكل مو طبيعي. هنا بنات أكو شغلة راح نسويها. الماء يعني البيض اللي راح ندهن بيه وجه الكليجة راح نخلي وياه خاشوقة من الكاكاو، تمام، أو النسكافيه. هاي راح تنطي شكل ذهبي للكليجة وينطيها طعم شي يخبل صراحة. فجربوها بنات وانطوني لكم بيه وشوفوا بنات. هاي النتيجة النهائية للكليجة. طبعا طلعت فد شي خبل حقيقة. أتمنى تنال إعجابكم، ولا تنسونا من الدعم والاشتراك بالقناة والتعليق وتفعيل زر الجرس، ودمتم في رعاية الله.